هنعمل النهاردة كيكة الجيلي بالكاستر. هي حالة بارد، من غير فرن ولا بيض ولا كريمة، ولا حتى قشطة ولا كريم شانتيه. هي حالة اقتصادي سهل جدا، مكوناته موجودة في كل بيت، حلو قوي قوي ومناسب كمان لرمضان. بيرطب بعد الصيام. وهو طبقات بين البسكوت والكاستر بالتبادل، يعني طبقة كده وطبقة. ممكن نعمل طبقتين، ممكن نعمل ثلاثة، ممكن نعمل طبقة واحدة عادي خالص. فوقيهم بتكون طبقة جيلي وعليها اي نوع فاكهة احنا بنحبه، عشان احنا هنعمل جيلي فراولة فهنعمل عليها قطع فراولة. سهلة خالص، مش بتاخد وقت وممكن اي حد يعملها واكيد هتنجح معاه لو تابعنا الفيديو كله من الاول للاخر. اول حاجة هنبدأ بالكاستر. انا عملت 3 كوبايات لبن، حطيت عليهم 3 معالق كاستر. هحطهم مع بعض على البارد. انا لسه ما ولعتش النار خالص، انا هقلب كل الحاجات دي كده على البارد مع بعض. هقلبهم مع بعض وهضيف عليهم سكر، يعني من 3 ل5 معالق سكر زي ما احنا بنحب السكر. لو بنحبه قليل يعني قليل هادي كده هنحط 3 معالق. لو بنحبه يكون مسكر زياده شويه احط، يعني انا حطيت 5 معالق. هقلب الحاجات دي كلها كده على البارد، وبعدين هروح بقى مولعه النار بس لما الكاستر مع السكر واللبن كلهم يدوبوا مع بعض كويس. بعد كده بقى هبتدي بقى يعني اشغل النار، وبعدين افضل ايدي بقى يعني في اللبن كده، افضل اقلب اقلب لحد لما الخليط معايا بالراحه كده، يعني بالتدريج يتقل معايا. هفضل اقلب كده، مش هسيب ايدي خالص غير لما نوصل للقوام بتاع الكاستر اللي احنا متعودينه، او المهلبيه او الحاجات دي. بعد كده بقى هغطي عليه وهسيبه بس يهدى، وبعد كده بقى هجيب بسكوت، اي بسكوت ساده عندنا. احنا هنعملها طبعا من غير كيك ولا حاجه وبالبسكوت الساده. هجيب حبة لبن صغيرين تقريبا نص كوباية، وبعد كده هبل كل بسكوتة في اللبن يعني بالراحة كده، واقوم حطها في اي بايركس او صينية او طاجن احنا عايزين نعمل فيه. هنعمل يعني بسكوتة بسكوتة كده بنفس الشكل لحد ما نعمل طبقة. ممكن نعمل طبقتين بسكوت فوق بعض، بس انا عملت طبقة واحدة تقريبا. وهنظبط الجوانب كده، كل ده مش هيبان في الاخر، هيطلع في الاخر مظبوط. بعد كده بقى هجيب الكاسترد، هشيل الغطا بتاعه، وهنلاقيه بقى اهم حاجة ان هو يعني انا بغطيه علشان بس ما يعملش وش. هحط بقى يعني جزء من الكاستر كده فوق البسكوت. واحنا ممكن نعمل طبقة بسكوت كبيرة تحت وفوقيه كله الكاستر، بس لا انا عملت طبقات علشان تبقى في الاخر زي الكيك كده. بعد كده بقى احط طبقة تانية كمان، بلتها في اللبن. وطبعا احنا كان ممكن ما نبلهاش في اللبن في الوقت ده، هو اصلا الكاستر يعني سخن هيطر طبق البسكوت، بس انا حبيت انها تكون كلها طرية ومتماسكة مع بعضها في الاخر. عملت طبقة كمان، وبعد كده بقى احط الباقي كله فوقيه. كان ممكن اعمل كمان طبقة بسكوت فوقيها وكاستر كمان يعني بالتبادل 3 طبقات او طبقتين زي ما انتوا عايزين، بس انا اكتفيت بالطبقتين دول. هظبط بقى الصينية بتاعتي واخرج الهواء منها كده بالراحة. وبعد كده لو اي حاجة في الطروف بتاعتها متوسخة هنضفها، وعشان هدخلها التلاجة عشان تمسك نفسها وتجمد شوية. انا بقى هدخلها التلاجة دلوقتي وهبتدي اعمل الفاكهه اللي انا هعملها والجيلي. انا طبعا عملت يعني فراوله علشان انا عامله اصلا جيلي فراوله. ممكن تعملوا موز برضو كان هيبقى حلو جدا. تفاح، ممكن تعملوا يعني شويه فواكه مع بعض هتبقى حلوه قوي. وممكن كمان من غير الفاكهه بالجيلي بس. انا جبت باكوين جيلي جاهز. هحطهم يعني في في طبق او اي حاجه، مش محتاجه على فكره خالص حله، لان انا اصلا هحط عليها ميه مغليه مش هغليهم على النار. حطيت الباكوين دول وعليهم معلقتين سكر. انتوا ممكن تزودوا السكر او تقللوه او تشيلوا السكر خالص برضو زي ما انتوا عايزين. بعد كده هحط عليهم هما الباكونه، هحط عليهم كوبايتين ميه سخنه. وبعدين بقى بسرعه كده هبتدي اقلب كويس خالص عشان الجيلاتين ما يتركزش بتاع الجيلي تحت. هقلب ورا بعضه كتير 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 لحد لما كل الجيلي هيدوب خالص. هقوم بقى مزوده، المفروض ان انا ازود كوبايتين ميه، بس انا زودت كوبايه واحده بس اللي هي ساقعه. يعني المفروض ان احنا نحط بعد كده بقى كوبايه ميه كوبايتين ميه ساقعه. لا انا زودت كوبايه واحده. هنزل كمان بالفاكهه اللي انا جهزتها عليها وهقلب كويس. وبعد كده اهم حاجه ان انا اسيب الجيلي تقريبا ساعه لحد ما يبرد بره، يكون كمان الكاستر يعني مسك نفسه خالص وبرد عشان الطبقات ما تدخلش في بعض. طبعا ضروري ان احنا نقلبها على معلقه او على حاجه علشان يعني الجيلي ما يدخلش في الكاستر. بس هو خلاص تمام كده ما دخلش. خلاص بقى هنزل الجيلي، وهنزل كمان قطع الفراوله كلها، وهظبط بقى الصينيه عادي. وبعد كده هدخلها التلاجة. خلاص كده دخلت الكميه كلها، اما هظبط بقى الكميه كلها. ولو حسينا ان الفاكهه قليله وحابين نزودها ممكن نزود كمان زي يعني زي ما احنا عايزين لحد الكميه اللي احنا نحبها، بنفس الشكل ده كده.
خلاص بمجرد بقى ما اخلص الكميه كلها هدخلها بقى التلاجة. هي هتقعد في التلاجة تقريبا 4 ساعات، يعني من 3 ل4 ساعات علشان تجمد وتوصل للقوام ده كده. ضروري خالص طبعا الجيلي يمسك نفسه والكيكه نفسها كلها بالكاستر تبرد عشان يبقى طعمها حلو. عايزه اقول لكم انها كيكه سهله خالص خالص، لو عملتوها بنفس الخطوات ديت هيظبط معاكم، والجيلي مش هيدخل في الكريمه ولا حاجه، لان ناس كتير بيقولوا ان الجيلي بيدخل في الكاستر وما ما بيبقاش يظبط يعني. بس لو سيبناهم باردين الاتنين وعملناها بنفس الخطوات دي هتطلع مظبوطه. طالعه حلوه قوي، مناسبه حلوه جدا جدا، مناسبه كمان لرمضان خالص، ترطب بعد الصيام. جربوها وقولوا رايكم فيها ايه.